بتتعلق بناس وبتودع في ناس، وكل مرة تقول خلاص لقيت النصيب، بتقابل حبيب وتفارق حبيب، تتساب تسيب وبرضه تقول نصيب، بتتعلق بناس وبتودع في ناس، وكل مرة تقول خلاص لقيت النصيب، بتقابل حبيب وتفارق حبيب، تتساب تسيب وبرضه تقول نصيب. ما تبص قدامك وانت اعمى ولا ايه؟ كنت عارف اني هلاقيكي هنا. هو انتي بتتهربي مني ليه يا ست سارة؟ ايه؟ يا ربي. يلا انا هحملك. هتفيقي، خفت عليكي قوي. اوعك تصدق حالك اني سامحتك بعد اللي حصل امبارح وكمان الكلام اللي قلتهولي. تمام، انا عايزه اروح لان عندي محاضره، او بالمعنى كتير محاضرات. يلا بشوفك بعدين يا سيد بدر. اوكي يا ست ساره. تمام. اهلا يا طنط، ممكن تديني الساندويتش وكمان القهوه دي بعد اذنك؟ لذيذه قوي الساندويتش، لذيذه قوي، تسلم ايدها. اهلين يا ست ساره، ممكن نقعد هنا ولا ايه؟ شوفي القدر عم يجمعنا، خلينا نفطر مع بعض. هو انت ما تبعدش عني بس دقيقه واحده، في البيت في الشارع وكمان في الجامعه، ايه ده بجد؟ اهلين يا ساره. اهلين، اتفضلي. خلينا نشوف الرف ده ولا الرف ده احسن. الكتاب اللي انا بدور عليه اخيرا لقيته، انا مش مصدقه. بس مشكله، ده انا ازاي هجيبه؟ الرف عالي جدا، ازاي اجيبه؟ يا ربي انا اموت ولو اجيبه، اموت، لازم اجيبه. اتفضلي يا ست ساره. بدر. شكرا، بس انا عايزه افهم حاجه، هو انت بتراقبني ولا ايه؟ يعني في اي مكان انا بروح له انت بتكون موجود فيه؟ انا عايزه اعرف حاجه دي. براقبك؟ المفروض انك تقولي لي شكرا عشان انا ساعدتك يعني. على العموم شكرا، بس انا لسه مصدقتكش على حجه ان انت مش بتراقبني. انا صدقت قوي على فكره. يلا كل واحد على فصله، يلا يلا يا ست ساره، وانت ما سمعتيش؟ كل واحد على فصله، يلا قدامي، يلا يلا روحي قدامي يلا. اتفضلي بدر. شوفي يا ساره، القدر عم يجمعنا مره تانية، مفيش اي مكان غير المكان ده، لازم تتحمليني كمان شويه. يلا يا بدر بسرعه اقعد، خلينا نبلش الدرس. يلا مين اللي هيجاوب على السؤال ده؟ اتفضل يا بدر. ممكن اروح الحمام عشان احس بدوخه كده بسيطه، عايزه اغسل وشي. تمام يلا اتفضل يا بدر روح. يلا مين هيرد على مين اللي هيجاوب على السؤال ده؟ يلا قولوا لي. يلا مين اللي هيرد على السؤال ده؟ يطلع للسبوره، يرفع ايده ويطلع للسبوره. يلا. مستر انا هطلع. اتفضلي يا ساره، يلا اتفضلي. على العموم كأنه الحل كده، انا رسمت دولة وكده. تماما كويس يا سارة، الإجابة صحيحة. أنا هزيدك مع واحد الامتحان اللي الامتحان الجاي. شكرا يا مستر، ده عشان تعبك يا بنتي، انتي جاوبتي صحيح وهتاخدي مع واحد في الاختبار الجاي. انا ما ضيعش وقتي عشان اروح اغسل وشي في الحمام عشان جتني دوخه. ترى هي بس مع واحد يعني هتعملي بيها شهور، طلعيها في مش عارف ايه الهبل ده اللي بتعمليه يا ساره. ايه
هو انت غيران مني ولا ايه؟ غيران؟ يلا خلينا نروح يا ست سارة. ايه ده؟ يوسف؟ انا مش مصدقة. انت يوسف؟ تعال هنا حضنك يا ولد، تعال. سارة انا وحشتك قوي. وانا كمان. يلا اتفضلي اركبي يلا. يوسف هو مين ده؟ قصة تانية كمان. انا عايز افهم حاجة، هي ليه ركبت معاها الولد ده؟ سارة دي هتجنني بجد. انا مش مصدقة يا ولد، هو انت ليه جيت هنا؟ خلينا نروح لكافيتيريا كده ونحكي في الموضوع ده. الله بجد انا مبسوطة جدا. انا مش مصدقة ابدا يا يوسف، انت جيت هنا؟ انا مش مصدقة ازاي جيت. انا اول حاجة استشرت جدك، يعني جيت هنا بس عشان احميكي، او ممكن تستحقيني في حاجة كده. وكمان جيت عشان اشوف حوالك، يعني ازاي الجامعة، ازاي الحياة كويسة، ازاي هنا يعني المكان بعد السفر كويس ولا لا؟ قوليلي احكيلي بجد. بجد المكان هنا بيرفكت يجنن. والله انا انبسطت جدا بجيتك، وعايزاك لما تروح يعني تسلملي قوي على جد وتقول له ساره بتحبك قوي. قوي قوي كمان. اكيد. هو انا سمعت بالعيله تبع الياكوزا دي، يعني الخطيب والحاجات اللي زي كده والتحالف اللي عملتوه. انا جيت هنا بس عشان احميكي من ابنهم ده، عشان انا مش مطمن لهم ابدا. فهمتي يعني ايه؟ هما كويسين معاكي ولا ليه؟ انت من وين جبتي الكلام ده؟ طبعا كويسين معايا قوي، بيحبوني وبيجيبولي اي حاجه انا بطلبها. خلينا نمشي هنا، بجد البحر هنا حلو قوي. انا اتذكرت حاجه. تتذكري يوسف لما كنا صغيرين كنا بنمشي مع بعض كمان البحر كده ونسبح مع بعض؟ الله الايام دي بحبها قوي، ولسه فاكراها على فكره. يعني لما كنا كده صغيرين تربينا مع بعض، كبرنا مع بعض كمان، بس للاسف فرقتنا شويه البلدان. بس الحمد لله حلفنا الحظ وكمان جمعنا مره تانية. غير انه يعني كنا زي الاخوات تماما. ما كنتش مستحقه اي حد يعني غير انت في حياتي، كنت زي السند ليا. الله لذيذ قوي الايس كريم. هو ده بيتك؟ ايوه. انزل خلينا نحكي شويه. على فكره لو استحقتيني في اي حاجه كلميني، تمام؟ على فكره هو مين ده الولد اللي قاعد هناك عم ينظرنا؟ ده بدر. انا خطيبها بدر. شرفت بمعرفتك يا بدر. يلا مع السلامه. يلا اشوفك بعدين، هوحشك قوي. وانا كمان. يلا باي باي. باي. بشوفك بعدين. شوفك. هو انت ليه عملت كده؟ ازاي تتدخل لما يجي هو بيعانقني ولا لا؟ انت مين اصلا عشان تتدخل في حياتي الشخصيه؟ انت مين يا بدر؟ انت مين؟ انا مين؟ انت ليه بتقولي كده؟ انا اصلا ما بسمحش لاي حد بيتدخل في حاجات تخصني، تمام؟ فهمتي يعني ايه؟ انت بتخصني انا، مش اي حد بيتدخل فيكي، تمام؟ ومين ده عشان يلمسك ويحضنك كده؟ ايه العبط ده بجد؟ انت بتعملي كده ليه؟ انا عايزه اعرف مين ده. ده زي اخويا، ده صديقي انا. انت ايه دخلك؟ انا بملك اي حد، مفيش حد بيتحكم فيا، تمام؟ تمام كويس جدا، اعملي كده دايما، اتصرفي كده يا ساره. انا بتصرف زي ما انا عايزه، مفيش اي حد بيتدخل في حياتي الشخصيه، تمام يا بدر؟ خلاص كده روح من قدامي. تمام انا رايح. تمام احسن روح، انا حتى مش عايزه اشوف وشك ابدا في حياتي مره تانية. ايه ده؟ هو جاني شعار، خليني اشوف كده. دي كأنها اللوكيشن تبع بدر، مكان مجهول. ازاي يعني؟ ايه؟ يكون بدر انخطف. يا الله
ده كله بسببي انا، واضح ده كله بسببي انا. مستحيل. ازاي؟ طيب انا اروح اعلم عمو سامي ولا لا؟ لا، انا مش هعلمه، انا هطلع لحالي وبس. تمام. يا ربي انا هعمل ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه. يا ربي ده كله بسببي انا. لو انا متكلمتش كده ما كانش راح. لازم اروح، لازم. انا فين؟ هلاقي تاكسي هسه؟ الساعة 12. تاكسي؟ اتفضلي يا بنتي. هي الساعة 12، انتي هتركبي هسه؟ ايوه يا عمو بليز. ممكن تخلينا نروح للمكان ده، الموقع ده، انا اوريكي على التليفون. تمام. شكرا. انا لازم الحق عليه، لازم. ايه ده؟ ايه المكان ده اللي ظهر لي في اللوكيشن؟ انا مصدومه بجد. لو يكون بدر مخطوف هنا. خليني اشوف. يلا اضربوه، عذبوه. انا عايزه اقتله الشخص ده، عايزه اقتله. بدر؟ ايه ده؟ دي حقيقته؟ لا، مستحيل. بناس وبتودع في ناس، وكل مرة تقول خلاص لقيت النصيب، بتقابل حبيب.